السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي أول مرة بيشوفني وبيتابعني، أنا أماني ودي قناتي، قناة المبدع في مفروشات وتفصيل. معايا النهاردة عباية كده قديمة، فهحاول إن أنا أستفيد منها عشان مرماش، لأن هي طبعا قديمة أوي أوي. وبص، عايزة أقول لكم بقى هي هلكانة إزاي. شوفوا يعني العباية هلكانة جامد، مفيش فيها حتة سليمة. مش بجيب لكم حاجة جديدة وأقول لكم تعالوا نعمل العباية قديمة، لا، هي العباية فعلا قديمة وهلكانة. طيب هنقص الأول الحتة اللي تحت دي، ان احنا هنعمل، لان هي كلتها دايبه، فاحنا بنحاول ناخد منها الحته القماشه السليمه اللي فيها. مش مثلا نجيب عبايه حلوه كده ونقول لك تعالى نستفيد من القديمه. طب ايوه، انت جايبها جديده ايه؟ فين بقى اللي احنا نستفيده منه؟ لا، اهم حاجه المصداقيه معانا، واحنا فعلا ما بنسيبش الحاجه الا لما تبقى قديمه قديمه يعني. طيب هنخلي برضو الباقي ده، وهنستفيد من كل حته قماشه بنستفيد منها. هنشيل الاجزاء المقطعه اللي انتوا شايفينها دي، كل الاجزاء الدايبه ده هنشيلها. يعني بنعمل عملية تصفية للحتت القديمة دي، هتشال. تمام. وناخد الحتة بس اللي هي السليمة اللي في القماش اهو. خدش الا الحتة القماشة السليمة بس. طبعا هسويها. طبعا كده بشيل القماش الوحش اللي فيها، المقطوع. باتنين كده. تمام. وباخد ده المكان اللي بيبقى تحت، المقص طبعا مش قادر يجيب الناحيتين على بعض، هنجيب ناحية واحدة عادي اهو كده. اشتغل. وهنجيب الناحية التانية. وهنبدأ نفتحه. تمام. وهنجيب جهة واحدة بس وهنعمل. يبقى دي اللي من قدام، ديت الجهة اللي من قدام اهو. وبكده عارفين احنا عملنا ايه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.